ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا من القصه اللي فاتت. جايه وجايب لكم النهارده قصه جميله جدا، انا متاكده انها تعجبكم، بقلم الكاتبه نهله داوود. لكن قبل ما احكي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. في قصر عيله سلطان، المعلقه وقعت من ايد فرح فجاه وهي قاعده مع عيلتها بتاكل، اول ما سمعت جوز امها بيقول واخيرا حسام قرر يرجع تاني. اخيرا بلعت فرح رقها بتوتر وهي بتفتكر حسام، الكابوس اللي كان بيطاردها طول عمرها من أول ما كبرت وبدأت تفهم وجود حسام في حياتها. ورغم إنها فهمت سبب وجوده، لكن اللي ما كانتش فاهماه هو معاملة حسام الغريبة ليها، قسوته وغروره وتحكمه فيها. وكانت ارتاحت من كل ده بعد ما أبوه قرر إنه يسافر للشركة بتاعتهم. وقتها فرح ارتاحت منه. انتبهت فرح على صوت مامتها وهي بتقول لها بصوت عالي: فرح، سرحانة في إيه يا حبيبتي؟ ارتبكت فرح أكتر وحاولت تتجاهل نظرات مامتها ليها وقالت بتوتر: ها؟ مفيش يا ماما، مفيش معاكي اهو. مفيش ايه بس؟ انتي تعبانة ولا ايه؟ مال وشك أصفر كده ليه؟ انتي تعبانة يا حبيبتي؟ حاسة بحاجة؟ ها؟ لا يا ماما، كويسة مفيش حاجة. طب يا حبيبتي قلقتيني عليكي، لو حاسة انك محتاجة ترتاحي اطلعي اوضتك. انا كويسة يا ماما بجد ومفيش حاجة والله. طب الحمد لله. ها بقى، سمعتي يا فروحة عمو سراج بيقول ايه؟ حسام هيرجع تاني هنا. هزت فرح راسها وقالت بيأس وضيق، رغم انها حاولت صوتها يكون طبيعي وقلبها كان بيدق بخوف: يا ماما سمعت. حمد لله على سلامة ابي حسام يا عمو. الله يسلمك يا فروحة، عقبال ما نفرح بيكي. سكتت فرح وبصت للطبق اللي قدامها تحاول تلهي نفسها فيه وتداري ارتباكها وارتجاف ايديها ووشها اللي احمر قوي، خصوصا بعد كلمة سراج اللي بقاله فترة بيتعمد يقولها. وقتها ما ردتش واستغلت ان مامتها انشغلت بالكلام مع جوزها ونسيتها. وفي بلد اجنبي في شركة سراج سلطان، ابتسم حسام وهو بيبص للصورة اللي في ايده، حرك الكرسي يمين وشمال، وكل ما بص للصورة اكتر كل ما ابتسامته زادت. وقال فجأة وهو بيتنهد بحب: وحشتيني قوي، واخيرا هتبقي جنبي تاني. قطع كلام حسام صوت باب مكتبه اللي فتح ودخلت منه روان اخته. ووقتها بسرعة خبى حسام صورة فرح في درج مكتبه وقلب عصبية لاخته: ايه ده يا روان؟ في حد يدخل على حد كده؟ ما تعرفيش حاجة اسمها استئذان؟ ضحكت روان بصوت عالي وقالت بهزار: ايه يا عم في ايه؟ اللي يسمعك كده يقول اني فتحت عليك باب الحمام مش باب مكتبك. ضغط حسام على اسنانه وقال بضيق من طبع روان اخته اللي اصغر منه بسنتين، بس برغم كده اقرب حد ليه لانها دايما بتفكره بفرح: روان خلاص يا عم ما تتعصبش كده، بعد كده هبقى استأذن. بس قولي بقى، انت خبيت ايه في الدرج اول ما انا دخلت؟ مالكيش فيه يا روان. يا عم قول بقى، خبيت ايه؟ ها؟ قول ما تخافش، مش هقول لحد. تعرفي يا روان، المفروض والطبيعي ان الانسان كل ما بيكبر بيعقل. انتي سبحان الله كل ما تكبري بتتهبلي اكتر. مين دي؟ انا لسه صغيره يا اخويا، اتكلم عن نفسك. لا يا شيخه، صغيره صح يا بنتي، ده انتي ابنك بقطولك. لوت روان شفايفها وقالت تستفز حسام: ده علشان بابا جوزني صغيره وانت ضحكت عليا ودبستني في صاحبك، لكن انا صغيره غصب عنك، فاهم؟ انت اللي كبرت وعجزت اهو، واستلقى وعدك بقى من ابوك اللي زهق منك وتقريبا كده هيدبسك تتجوز زيي. يا سلام، هيدبسني صح. وبعدين مين قال اني هوافق اتجوز اصلا؟ يا عم هو بمزاجك، ما انت عارف ابوك. وبعدين امال انت فاكر انه طلب منك ترجع تاني لمقر الشركه الاصلي ليه؟ اكيد بيرتب لك حاجه. يا حسام، هي ما نفسي اشوفك كده متدبس، نفسي. طب بقولك ايه يا روان يا حبيبتي، شايفه باب المكتب ده؟ يلا قومي كده واخرجي منه. انت بتطردني يا حسام؟ هي دي اخرتها؟ وانا اللي قعدتك في بيتي 4 سنين واكل وشارب ونايم وقايم قطع كلام روان صوت حسام اللي قال بسخريه وهو رافع حاجبه: كملي يا روان، كملي يا روحي، ناقص تقولي لي كنت بحضر لك الرضعه واعمل لك الواجب. يا شيخه ده انا قعدت عندك 4 سنين، بطني انا وجوزك اللي ربنا يقويه عليكي نشفت من الاكل الجاهز، ويوم ما كنتي بتتكرمي علينا كنتي بتسلقي بيض وبرضه كان بيبوظ منك. لوت روان شفايفها بعصبيه وغضب طفولي وقالت له: بقى كده يا حسام؟ ماشي، انا غلطانه اني جيت لك هنا وعملت لك مفاجاه. انا هروح لمصطفى جوزي حبيبي. ايوه هو ده الكلام، انتي تقومي تروحي لمصطفى جوزك هتلاقيه في مكتبه. بصي قومي روحي له فجأة وهو بالمرة تقفشيه، لا يكون بيعكس السكرتيرة ولا حاجة. الصدمة والغيرة ظهرت على ملامح روان اللي قالت بحدة: قصدك ايه يا حسام؟ مصطفى بيعكس حد بجد؟ غمز حسام بعينيه وقال وهو قاصد يستفز روان: اوعي تقولي اني قلتلك. وقفت روان وخرجت من المكتب وهي بتقول بغضب: ليلتك سودة يا مصطفى،
اما حسام فابتسم على شكل روان اخته اللي طبعها قريب قوي من فرح، علشان كده طلع صورة فرح وقال بحب. المجنونة روان صدقت. يا ترى انتي بقى يا فرح هتصدقي اني بحبك ولا لأ؟ وفي قصر سراج سلطان سناء مامة فرح كانت بتلف حوالين نفسها، والرعب كان ظاهر على ملامح وشها بعد اللي قالوا ليها سراج، وقالت بقلق يا دي المصيبة، ازاي ما تقولش على حاجة زي دي يا سراج؟ ازاي؟ اهدي يا سناء ما تخافيش. اهدى ازاي بس؟ بقى تقولي ان شكري بيتفق على بنتي في صفقة واحدة؟ ازاي تخبي عليا حاجة زي دي؟ ازاي؟ لاني كنت عارف اللي هيحصل لما اقولك، وهو لسه ما كملتش ليكي باقي كلامي وانت خايفه وقلقانه. امال ما خافش؟ انت مش عارف شكري، مش عارف هو مؤذي ازاي يا سراج، ولا هتفرق معاه فرح هيبيعها للي يدفع اكتر، ولا هتفرق معاه انها بنته. عارف يا سناء عارف، وعلشان كده طلبت من حسام يرجع. مش فاهمه ايه علاقه حسام بالموضوع ده، وايه اللي هيفرق لو رجع؟ لما يرجع حسام كل حاجه هتختلف يا سناء، لان ببساطه هو الوحيد اللي يقدر يحمي فرح، علشان كده قررت اجوزه فرح. انت بتقول ايه يا سراج؟ فرح لسه بتدرس، وبعدين دي اصغر من حسام بكتير قوي. سناء انت عندك شك ان فرح عندي في غلاوة روان بنتي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا يا سراج ما عنديش شك، انا عارفة انت بتعز فرح قد ايه، وكنت ليها الاب طول عمرك. يبقى تسمعي كلامي يا سناء، مفيش قدامنا اي حل غير ان حسام يتجوز فرح، لان شكري مش هيسكت. فرح بقت الحاجة الوحيدة اللي باقية ليه بعد ما خسر كل فلوسه، علشان كده زي ما قلتي هيبيعها للي يدفع اكتر. ومهما حاولنا ننكر مش هنقدر ننسى ان فرح تبقى بنت شكري، وسهل قوي ياخدها مننا، خصوصا انها تحت وصايته. لكن لما تتجوز حسام هيكون هو المسؤول عنها، وشكري ملوش اي حق فيها، وده اللي هيحميها منه. ظهر التردد على ملامح سناء، وده خلى سراج يقول الا اذا كنت انتي رافضه ان حسام يتجوز فرح او شايفاه مش مناسب ليها. لا 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 ابدا يا سراج، انت عارف انا بحب حسام قد ايه، بالعكس ده الوحيد اللي هآمن على فرح معاه. لكن برضه فرح لسه صغيرة، وانت بتقول انك هتجوزهم اول ما حسام يرجع، يعني حتى ما فيش وقت يتعرفوا على بعض. انت عارف حسام سافر وفرح صغيرة، وبصراحة انا مش عارفة هكلم فرح ازاي في الموضوع ده. انا فاهم كل اللي بتقوليه ده يا سناء، علشان كده انا اللي هكلم فرح وهحل كل حاجة. ارجوك يا سراج، انا فرح اهم حاجة عندي في حياتي. اوعدك يا سناء اني هفضل طول عمري احميها واحميكي، ما تخافيش يا حبيبتي، ربنا يخليك ليا يا سراج. وفي بلد اجنبي في بيت شكري اتخض شكري اول ما الباب اتفتح، وبص بخوف للرجاله اللي دخلت عليه وملت المكان كله. وبعد ما دخل مهاب شريكه وقف قدامه يبص له بسخريه، وهو شايف نظرات الرعب في عين شكري، وقال بنفس السخريه انت فاكر انك هتهرب مني يا شكري؟ حاول شكري يسيطر على خوفه وقال بحده ههرب منك ازاي وانا موجوده اهو لسه في بيتي؟ تصدق صح، امال ليه مش بترد عليا؟ كنت بفكر في الصفقه الجديده. تصدق صح، هي صفقه محتاجه تفكير بجد. ووصلت القرار فيها؟ وصلت. من الاخر كده انا شايف اني مش مستفاد حاجه من الصفقه دي ابدا. يعني لو جوزت بنتي لابنك انا هبقى استفدت ايه؟ استفدت انك سددت ديونك كلها. انت عارف انا ممكن اعمل ايه بالورق اللي معايا؟ الورق ده يا مهاب تبل وتشرب ميته. اوعى تكون نسيت اننا اصلا شركاء، يعني مفيش ورقه واحده من شغل الشمال اللي معاك غير وانت ماضي عليها. زي يعني لو فكرت توديني في داهيه هتروح معايا. وقف مهاب يبص لشكري ويفكر في كلامه وهو بيسمعه. شكري كان عنده حق، ومهاب عارف كويس لو فكر يأذي شكري هيتأذي معاه، علشان كده قاله من الاخر كده عاوز ايه يا شكري؟ هو ده الكلام يا مهاب، اللي انا عاوزه غير انك تسدد الديون انك ترجعني تاني للشركة بصفتي شريك، ويبقى ليا نفس رأس المال اللي معاك بالظبط. انت بتحلم يا شكري، بتحلم. ايه اللي يخليني اعمل كده اصلا؟ مش عارف، بس ممكن علشان اوافق اجوز بنتي من ابنك اللي كل الدكاترة شخصته على انه مريض نفسي وخطر كمان. ارتبك مهاب وظهر الضعف في عينيه اول لما شكري اتكلم على ابنه مجد، وقال بتوتر وحتى لو ابني كده بنتك ما تستاهلش يندفع فيها كل ده. انا بربع الفلوس دي اشتري ليه بدل البنت 4 ممكن. بس انا وانت يا مهاب عارفين كويس انك مش عاوز ال4 دول، وكل اللي انت عاوزه هي فرح بنتي اللي اتربت في بيت سراج سلطان بنت الحسب والنسب، واللي بجوازها من ابنك محدش هيقدر يقول عليه مريض نفسي. صح ولا ايه؟ نفخ مهاب وقال بغيظ بعد ما قدر شكري يضغط على نقطة ضعفه اللي عنده. اسمع يا شكري، اخر كلام عندي، هسد ديونك وهدخلك معايا شريك بالربع بس، وده اخر كلام عندي. موافق، صفقة مش بطالة. تمام، هتجيب بنتك امتى؟ انا عاوز اجوزهم هنا وفي اقرب وقت كمان.
عاوز الدنيا كلها تعرف بخبر جوازهم، وقبل ما سراج يقدر يتصرف ويمنع الموضوع. اطمن، كل اللي انت عاوزه هيتم. هتقدر تجيبها يا شكري من سراج سلطان ولا ده كلام وبس؟ انت مش قد سراج. ما تنساش يا مهاب ان فرح دي بنتي انا وتحت وصيتي انا وبس. لما نشوف يا مهاب قدامك مهلة 3 أيام وتكون فرح هنا ومتجوزة ابني مجد كمان، وإلا هيكون ليا تصرف تاني معاك. خرج مهاب من شقة شكري ومعاه رجالته، أما شكري ففضل قاعد مكانه وهو بينفخ دخان سيجارته بغضب، والشر والكره جواه ناحية سراج سلطان اللي سرق منه مراته زمان بيزيد أكتر وأكتر. وفي جنينة قصر سراج كانت واقفة جنب الورد اللي هي بتحبه وسرحانة في حياتها، مش عارفة تعمل ايه في مكالمات باباها ليها واللي بدأت من فترة وهو بيتصل بيها ويلح عليها انه بيعتذر على انه بعد عنها كل المدة دي ويعوضها عنها، رغم رفض فرح في الأول مكالمة باباها وتواصله معاها، لكن للحظة حست الأمل الموجود واللي قدامها علشان تهرب من حسام وتحكمه فيها، خصوصا انها مش هتقدر تتحمل يعملها بنفس الطريقة تاني. نفخت فرح وقالت لنفسها بصوت عالي وهي ماسكة وردة من الورود: يوه، ايه الحيرة دي؟ أنا زهقت. وايه اللي محير القمر ومزهقه كده؟ بلعت فرح ريقها بخوف، جسمها كله حست انه سقع وارتجف اول ما سمعت صوت حسام اللي لا يمكن تنساه في حياتها كلها. حاطت ايديها على قلبها والتفتت علشان تتأكد انه حسام بجد وانه رجع تاني. بس ازاي؟ ده سراج جوز مامتها قال انه هيجي كمان اسبوع. حاولت فرح تكدب نفسها، لكن في لحظة واحدة بس عينيها جت في عين حسام خلتها ترتبك وما تعرفش ترد عليه، وده خلى حسام يقول بهزار وحنان: ايه انتي مش عارفاني يا فرح ولا ايه؟ معقول نسيتيني؟ حاولت فرح تهدي نفسها وقالت بهدوء: لا ابدا، اهلا يا ابي، حمد لله على السلامة. رفع حسام حاجبه وقال بصوت ظهر فيه حدة وغضب منه: ابي؟ ابي ايه يا فرح؟ ما تقولي يا عمو احسن. ارتبكت فرح ووشها احمر وقالت باحراج: اسفة بس ما اعرفش اقول ايه. قرب حسام من فرح خطوتين خليته قريب قوي منها وقال بصوت غريب عليها وعليه هو كمان: انا اسمي حسام، تعرفي تقولي حسام بس؟ رفعت فرح عينيها فجأة تبص لحسام بصدمة وقالت بتوتر: ها اصلا انا. ابتسم حسام وقال بجراءة اكتر: ايه تعرفي تقوليها؟ بصي جربي كده حسام. قلب فرح دق بقوة، حاسة ان في حاجة غريبة بتحصل. مش ده حسام ابن سراج سلطان، كل حاجة فيه متغيرة. حسام اللي تعرفه كان دايما عصبي وقاسي وعمره ما كلمها كده. كمان كانت بتقوله أبيه: ايه اللي فرق زمان عن دلوقتي؟ انتبهت فرح على صوت حسام اللي قرب قوي منها وقال: ايه للدرجات دي اسمي صعب؟ اتخضت فرح من قرب حسام منها وبعدت بسرعة، وده خلاها كانت هتقع لولا ايده اللي لفت حوالين وسطها بسرعة وضمها ليه. ساعتها قلبها دق اكتر وجسمها ارتجف، وبسرعة بعدت عن حسام وهي بتقول بتوتر علشان تخلص نفسها من الموقف ده: اهلا، حمد لله على السلامة. التفتت فرح بسرعة تمشي تدخل القصر، لكن خطوة واحدة بس واتفاجئت بحسام ماسك ايديها وبيقول باصرار: حمد لله على السلامة ايه؟ كملي. توتر فرح زاد وما بقتش عارفة تعمل ايه، وفي لحظة قبل ما ترد سمعت صوت سراج وهو بيقول: حمد لله على السلامة يا حسام. في نفس اللحظة اللي حسام التفت فيها يبص لأبوه كانت فرح بسرعة هربت منه ودخلت القصر، وده خلاه يضغط على أسنانه ويقول بضيق وهو بيبص لأبوه: أهلا يا بابا، أهلا. وفي أوضة فرح قلب فرح كان بيدق بقوة، مشاعرها متلخبطة ومتوترة، حاسة إن في حاجة غريبة. تصرفات حسام معاها ربكتها. صوت رنة موبايلها لفتت انتباهها وخلتها تمسكه، لكن رميته بضيق لما شافت اسم باباها وعرفت إن هو اللي بيتصل بيها، وقالت وهي بتتنهد بزهق: وبعدين بقى. قطع كلام فرح صوت باب أوضتها. الأول بصت للباب بقلق وهي فاكرة إن حسام هو اللي دخل أوضتها، لكن لما شافت مامتها هي اللي دخلت وبتبتسم ليها ضحكت بسخرية من نفسها ومن تفكيرها. وقتها سمعت مامتها وهي بتقول بحنان: كويس إنك ما نمتيش لسه يا فرحتي. شفتي يا ست ماما، حظك حلو تلحقيني. أنا كنت لسه بفكر أنام علشان الجامعة بكرة ورايا محاضرات مهمة. ربنا يوفقك يا حبيبتي. انتي عاملة ايه في الدراسة يا فرح؟ استغربت فرح سؤال مامتها ووجودها في اوضتها، ودي اصلا مش عادة مامتها، وقالت بقلق: تمام يا ماما الحمد لله. بس بتسألي ليه؟ في حاجة؟ طب وانتي مالك مستغربة ليه اني بسأل كده؟ لا مفيش يا ماما، بس مش عادتك يعني. وبعدين يا ماما يعني انتي هنا دلوقتي عشان فجأة تسأليني عاملة ايه في دراستي؟ لا ده انا شكلي مقصرة معاكي خالص. عموما يا ستي انا مطمنة عليكي وعارفة انك شاطرة، وكمان عمو سراج هو دايما اللي مطمني عليكي. وعندك حق يا فرحتي، بصراحة مش ده السبب اللي مخليني هنا دلوقتي،
بصراحة كده أنا جاية أخد رأيك في موضوع مهم. القلق زاد جوه فرح وقالت بشك: موضوع إيه ده يا ماما؟ انتي عارفة يا فروحة انك ما شاء الله عليكي كبرتي وبقيتي عروسة وألف مين يتمناكي. لا لا لا، ثانية واحدة يا ماما، اوعي كلامك يكون ده بداية لانك تقولي لي عاوزين نجوزك. كبرت ايه وعروسة ايه؟ ده انا لسه مخلصة ثانوي من كام شهر، ده انا ما كملتش في الجامعة 3 شهور على بعض. طول عمرك دماغك شغالة يا فروحة. بصراحة هو في عريس. طب يا ماما قبل ما تكملي كده، مش موافقة، مرفوض مرفوض. يا بنتي استني لما تعرفيه، مش يمكن تغيري رأيك. لا مش هغيره. بصي يا ماما اوعدك اني هتجوز بس لما اخلص جامعتي، اتفقنا؟ ولو انه قرار كويس، بس برضه انا متأكدة انك لما تعرفي العريس هتوافقي عليه على طول. مش عاوزة اعرفه. وبعدين يا ماما هو مين عريس الغفلة ده اللي انتي مصممة عليه قوي كده؟ اصلا انتي عارفاه يا فرح. رفعت فرح حاجبها بشك وقالت بقلق بدأ يزيد جواها: عارفاه؟ وده عارفاه منين اصلا؟ وفي جنينة القصر قرب سراج من ابنه وقال: اهلا يا بابا. ومالك يا ولد بتقولها كده وكأنك مش طايقني؟ ها؟ لا ابدا يا بابا ابدا، بس اصل الصراحة بتيجي في اوقات مش مناسبة. احترم نفسك يا ولد. عاوزني اشوفك في اول يوم توصل فيه تقرب من البنت كده وافضل واقف ساكت؟ لا ازاي؟ ودي تيجي لازم تيجي وتقفشني قبل ما تهور. وده يخليني اسألك بقى هتجوزني امتى؟ لاني بصراحة عنست وهتهور بجد. ايه قلة الادب دي يا ولد انت؟ بابا انا صابر بقالي 4 سنين ودي قمة الادب. هو خليني ساكت بقى. خلاص خلاص. عموما كده كده لازم افتح فرح في موضوعكم، لان اللي عرفته ان شكري مش هيجيبها البر. بصراحة يا بابا انا من وقت ما عرفت اتفاقه مع مهاب وانا قلقان جدا. تفتكر ممكن يقدر ياخد فرح؟ اطمن يا حسام، شكري ومهاب الاتنين محدش يقدر يقف فيهم قدامنا. عموما انا هسرع بموضوع جوازكم، بس ادعي ربنا تكون فرح لسه بتحبك. يا عم جوزنا انت بس وانا هخليها ترجع تحبني. ماشي يا سيدي، امرك يا حسام بيه. بصراحة انا كمان عاوز اشوف احفادي بقى. اهو شفت؟ وانا موافق. جوزني فرح انت بس وانا ملالك البيت احفاد ولد. وفي اوضة فرح الصدمة كانت مرسومة على ملامح فرح وهي بتقول بذهول: مين؟ بتقولي ايه يا ماما؟ معلش ما خدتش بالي. بقولك يا فرح عمك سراج فاتحني ان حسام عاوز يرتبط بيكي. فرح هزت راسها بنفي وقالت بصدمة: حسام مين؟ قصدك ابي حسام؟ ده مش بيطيقني. فاكرة كان بيعملني ازاي زمان قبل ما يسافر؟ فرح حسام مش كبير قوي للدرجة اللي تخليكي تقولي له ابيه. ده فرق السن بينك وبينه اقل من فرق السن اللي كان بيني وبين عمك سراج. وبعدين هو كان بيعاملك كده لانه كان بيعمل حدود بينك وبينه. وما تنسيش انك كنتي متعلقة بيه ازاي وانتي صغيرة. انتي بتحاولي تقنعيني بايه؟ ماما من فضلك ما تتكلميش معايا في الموضوع ده تاني. بصي انا بصراحة عاوزة اركز في دراستي وبس، وحتى لو كنت متعلقة بيه وانا صغيرة انا هو كبرت خلاص. حسام شاب كويس يا فرح ومستقبله كويس. وبعدين قوليلي ازاي بس هنرفض يعني؟ عمك سراج طول عمره واقف جنبنا وبيعاملك زي روان بنته بالظبط. معقول هتقدري تزعليه؟ يعني يا ماما علشان ما تزعلوش اوافق وخلاص؟ انت ليه مش قادرة تفهميني؟ انا مش هقدر اتجوز حسام. سكتت فرح شوية وبعدين قالت والدموع مالية عينيها: يا ماما ده انا مش متخيلة ان ده ممكن يحصل ابدا. انا اصلا ما شفتوش من 4 سنين وفجأة كده خلاص عاوزين تجوزوني؟ عم سراج فعلا عمل معايا حاجات كتير حلوة وبحبه زي ما يكون بابا بالظبط، وهو كمان بيحبني زي روان. ولو عرف اني مش موافقة مش هيغضب عليا زي ما انتي بتعملي دلوقتي. اتنهدت سناء بتعب وهي مش عارفة تعمل ايه. تقول لفرح على اللي ابوها بيخطط ليه ولا فعلا تغصب عليها انها تتجوز حسام. وبعد تفكير كتير قررت فعلا تخلي سراج هو اللي يكلم فرح لانها بتسمع كلامه هو اكتر. علشان كده طبطبت على كتف فرح بحنان وقالت قبل ما تخرج من اوضتها: محدش هيغصبك على حاجة يا فرح، انتي بنتي الوحيدة. ازاي تفكري كده بس؟ كل الموضوع اني شايفة ان الشخص ده مناسب ليكي. وعموما انا عاوزاكي تفكري، مش هتخسري حاجة. تصبحي على خير يا حبيبتي. وتاني يوم في اوضة فرح صوت خبط على الباب خلى فرح بسرعة تخبي شنطة هدومها اللي كانت بتجهزها تحت السرير ومشيت تفتح الباب. وأول ما فتحته كتمت صوت شهقة خوف خرجت منها أول لما شافت حسام قدامها وقالت بصوت حاولت يكون هادي: أهلا يا أبي، حضرتك عاوز حاجة؟ سند حسام على باب أوضتها وقال بشقاوة وهو بيفتكر كلامه مع باباه لما طلب منه يعرف امتى هيكلم فرح. وقتها قال له باباه ان فعلا سناء كلمت فرح وعرفتها وان فرح رفضت. اولا انا مش ابي ولا حضرتك، انا اسمي حسام بس. حسام جربي كده تقوليها، ما تخافيش ما بيعضش. ارتبكت فرح
وقالت بعصبية لما افتكرت هي كمان اللي مامتها قالته، وكمان فكرت أكيد حسام عارف باللي باباه قرره وعلشان كده جاي يتريق عليها ويضايقها. والله اللي افتكره إنك أنت اللي كنت بتصمم إني أقولك أبي زمان، وبعدين من فضلك لو في حاجة قول، مفيش حاجة، أنا أصلا متأخرة وعندي جامعة. وتعرفي إنك بتبقي قمر قوي وإنتي متعصبة ومكسوفة كده بوشك الأحمر ده. ووش فرح احمر أكتر وقالت بعصبية حسام. ابتسم حسام ابتسامة كبيرة وقال بخبث وهو بيغمز لها بعينيه بجراءة وأخيرا طب ما انتي بتعرفي تقوليه أهو، أمال بخلانة بيه عليا ليه؟ نفخت فرح بضيق ووشها احمر أكتر وقالت بحدة ممكن أعرف عاوز إيه؟ طب ما تتعصبيش كده علشان فعلا بتبقي قمر لما بتتعصبي وأنا ممكن أتهور. خد يا ستي. بصت فرح بخوف وقلق لقيت حسام اللي كانت ممدودة ليها بعلبة قطيفة وقالت بقلق العلبة دي فيها ايه؟ ضحك حسام بصوت عالي وقال بهزار وهو شايف قلقها وخوفها العلبة دي فيها فيل. يوه بس قبل ما تتعصبي تاني، انا بدأت اشك انك بتتعصبي مخصوص علشان تبقي قمر كده. المهم العلبة دي فيها هديتك يا ستي، انا اديت ليهم كلهم كل واحد هديته، لكن انتي طبعا ما تكرمتيش علينا ونزلتي من اوضتك من وقت ما شفتك في الجنينة اول لما وصلت، علشان كده قلت اجيبلك هديتك لحد عندك قبل ما اروح الشغل. ها يلا خديها بقى، ايدي وجعتني. مدت فرح ايديها واخدت العلبة وكانت هتقفل الباب، لكن فضلت تشد العلبة من ايد حسام وهو ماسكها هو كمان، وفجأة قال من الذوق على فكرة لما حد يديكي هدية تقولي له شكرا، ولو انك بتقوليها من غير نفس بس مقبولة منك. ها يلا بقى. رفعت فرح عينيها فجأة تبص بخوف وهي بتقوله يلا فين؟ يلا يا فرح، مش بتقولي عندك جامعة؟ تعالي اوصلك في طريقي، انا كده خارج اصلا. ها لا شكرا، انا اصلا اتأخرت ومش هروح النهاردة، وبص شكرا جدا على الهدية، باي. بص حسام بصدمة للباب اللي اتقفل في وشه ونفخ بضيق وهو بيقول لنفسه قبل ما يمشي شكلك هتتعبيني معاكي يا فرح. اما فرح فسندت ظهرها على الباب اللي قفلته وحطت ايديها على قلبها اللي كان بيدق بقوة، وغصب عنها للحظة ابتسمت وهي بتبص للعلبة والسلسلة اللي موجودة فيها وتفكر في حسام وهي حاسة ان في حاجة بتشدها ليه، حاجة قررت تنساها من سنين طويلة. وبسرعة هزت فرح راسها وهي بتفتكر اتفاقها مع باباها اللي أخيرا وافقت تقابله واللي وعدها إنه يساعدها وياخدها تعيش معاه. قعدت فرح على سريرها وهي بتقول بحيرة اللي أنا بعمله ده صح ولا غلط؟ أنا ما بقتش عارفة حاجة. لا صح يا فرح، أنتي صح، مستحيل توافقي تتجوزي حسام، مش هو ده اللي رفض حبك زمان وقال إنك حتة عيلة؟ دلوقتي إيه اللي اتغير؟ وفضلت فرح في اليوم ده في اوضتها وزي ما اتفقت مع باباها اخر اليوم اخدت شنطة هدومها وخرجت من القصر. وفي المطار كان واقف شكري مستني وصول فرح ليه علشان ياخدها ويرجع بيها ووقتها يحقق صفقته مع مهاب. ووقت ما كان مستني رن موبايله، اول ما رد سمع صوت مهاب وهو بيقوله ها يا شكري عملت ايه؟ خلاص يا مهاب كلها كام ساعة ونكون عندك، جهز انت بس كل حاجة وانا جاي على طول. فرح معاك؟ لا انا مستنيها في المطار اهو، كلها دقايق وتيجي. ولما هي مش معاك ايه الثقة اللي انت بتتكلم بيها دي؟ مهاب بقولك ايه، انا على اخري، قلتلك جهز كل حاجة وانا. قطع كلام شكري صوت فرح اللي وصلت ووقفت وراه وهي بتقوله بصوت مكسوف بعد ما شافته وعرفت شكله من الصورة اللي كان بعتها لها بابا. قفل شكري الفون على طول وقال وهو بيمثل الفرحة فرح بنتي حبيبتي، اخيرا جه اليوم اللي شفتك فيه، ما تعرفيش انا فرحان ازاي اني شفتك، وانا كمان فرحانة قوي يا بابا اني اخيرا شفتك. بس مفيش بس يا فرح، ما تقلقيش انا مرتب كل حاجة، ولو خايفة على زعل مامتك احنا بس كلها كام يوم ونكلمها نعتذر ليها، وبعدين انا كان ممكن اخدك اخليكي تكلميها دلوقتي لكن هتصمم تجوزك حسام ابن سراج، لكن لما نسافر وتهدى اكيد هتقتنع انك مش موافقة، وانا كمان ما اقدرش اسيبك يجوزوكي لحد انتي مش عاوزاه. تمام يا فرح؟ تمام يا بابا. طب هو احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ بص شكري في ساعته وقال وهو بيمسك ايد فرح دلوقتي الطيارة بتاعتنا قدامها شوية، هنقعد في كافيتيريا المطار شوية لحد لما ميعادها يجي، وفي قصر سراج في المكتب. قلت لك يا حسام اصبر شوية. يا بابا هصبر بس لحد امتى؟ انت عارف انا صابر من امتى؟ احترم نفسك يا ولد. يوه برضه بابا انا بقالي 4 سنين مسافر ومحترم نفسي وخليني ساكت. دلوقتي بقى انا عاوز ميعاد محدد اعرفه، انا هتجوز فرح امتى؟ لما تبقى توافق تتجوزك يا خفيف. يوه هو انا بشوفها اصلا علشان اعرف اكلمها ولا خليها توافق؟ دي على طول بتهرب مني زي ما تكون بتهرب من شبح. بابا
طب بص، احنا ممكن نكتب الكتاب وانسى يا حسام، مفيش اي حاجة هتتم غير لما فرح توافق، وانا هفضل مستني كده لحد لما شكري يجي ولا ايه واخدها في ايده وماشي. انا وانت عارفين كويس قوي ان شكري ما يقدرش يجي هنا ولا يطلب فرح. وقطع كلام سراج صوت باب المكتب اللي فتح وسناء بتقول وهي منهارة وفي ايديها جواب من فرح: الحق يا سراج، فرح فرح. مالها فرح يا سناء؟ وفي ايه في الجواب اللي في ايدك ده؟ فرح هربت وسابت الجواب ده، بتعتذر فيه وبتقول انها مش قادرة تعيش هنا وكلنا بنضغط عليها وانها. سكتت سناء وعيطت اكتر. وقتها سراج بص بعصبية وقال لها: كملي، انها ايه؟ فرح راحت لشكري يا سراج، طلع انه كان بيكلمها من فترة كبيرة وبيعتذر لها انه سابها وهي صغيرة وقدر يضحك عليها ويقنعها تروح له، وده اللي حصل فعلا. راحت له، انا اللي غلطانة، انا اللي كنت بغصب عليها توافق. وفي الفندق بعد ما وصلت فرح وباباها للبلد الأجنبي، دخلت فرح حمام أوضتها، الحاجة الوحيدة اللي قدرت بيها تخلي باباها يسيبها شوية. قفلت فرح الباب وحطت ايديها اللي بترتعش على قلبها وهي مش مصدقة اللي بيحصل ولا اللي عرفته واللي باباها بيرتبه ليها، واللي عرفته بالصدفة لما سمعت باباها بيكلم مهاب، وعرفت كل حاجة باباها ناوي عليها وإنه ناوي يبيعها لمهاب. خبط على الباب خلاها ترتبك وتقول بسرعة: ثانية واحدة من فضلك يا بابا. طب يلا يا فروحة، الأكل هيبرد. حاضر يا بابا، ثواني بس. ايد فرح ارتعشت زي جسمها وهي مش عارفة تتصرف ازاي، وفي لحظة افتكرت روان وان هي الوحيدة اللي هتقدر تساعدها لانها في نفس البلد اللي باباها اخدها ليها. وبسرعة طلعت فرح موبايلها وبعتت رسالة لروان، بعتت فيها اسم الاوتيل واللي باباها ناوي عليه قبل ما تقفل الفون وتخرج بسرعة قبل ما باباها يشك في حاجة. وفي القصر: هنعمل ايه دلوقتي يا سراج؟ اهدي يا سناء، المشكلة اننا مش عارفين هو كده اخدها وخرج بيها من البلد ولا لسه هنا. بابا، رقم فرح مقفول واكيد اخدها اصلا وسافر بيها، شكري مستحيل يغامر ويفضل هنا بيها. طب وبعدين يا حسام، احنا كده اصلا مش عارفين شكري راح بيها على فين. معقول يكون رجع بيها للبلد اللي كان فيها؟ اكيد يا بابا، اصلا مهاب هناك وابنه. طب كلم مصطفى جوز اختك بسرعة، خليه يعرف الموضوع، ولو هناك يحاول يوصلها لحد لما احنا نروح. وقطع كلام سراج صوت موبايل حسام اللي رن وقتها وقال: دي روان بتتصل. قرب سراج من حسام وقال له: طب رد بسرعة يا حسام، رد. وفي الفندق فرح كانت بتبص بقلق لباباها وبتدعي ربنا تكون روان شافت الرسالة ومن غير ما تحس. كانت ماسكة السلسلة اللي حسام جابها لها هدية، زي ما تكون السلسلة هي الحاجة الوحيدة اللي مطمناها وبتحسسها بالأمان. انتبهت فرح على صوت باباها وهو بيقول: شكلك بتحبي السلسلة دي قوي، مين جابها لك؟ شكله حد عزيز عليكي، مامتك اللي اديتها لك؟ بصت فرح للسلسلة واللحظة اعترفت لنفسها انها لسه بتحب حسام، الحب اللي فتحت عينيها عليه واعترفت بيه قبل حتى ما تتم 16 سنة وهو رفضه. ارتبكت فرح من نظرات باباها وقالت بسرعة: ها؟ ماما، بابا، هو احنا ليه جينا هنا الفندق؟ مش انت ليك بيت؟ ليه ما روحناش بيتك على طول؟ الارتباك ظهر على ملامح شكري اللي قال بسرعة: لا طبعا ليا بيت واكيد هنروح، بس انت عارفة يا فروحة انا كنت عايش لوحدي والبيت مكركب بقى، وانا دلوقتي بخلي حد يرتبه واول ما يخلص هنروح على طول. صوت خبط على الباب خلى فرح تقلق اكتر، خصوصا بعد ما باباها فتح الباب ودخل منه راجل ومعاه شاب شكله غريب، وقال اول ما شاف فرح: واخيرا لاول مرة تنفذ اتفاقك يا شكري. وقفت فرح وقالت بقلق وهي بتبص لباباها: اتفاق ايه يا بابا؟ هو مين دول؟ ضحك مهاب بصوت عالي وقال وهو بيقرب من فرح: كده برضو ما تعرفناش يا شكري؟ مالكش حق، انا بقى حماكي وده مجد ابني واللي هيبقى جوزك. وفي المطار وصل حسام وبخطوات سريعة قرب من مصطفى جوز اخته اللي قالت له على رسالة فرح ليها وقالت لجوزها. واول حسام ما وصل لمصطفى قال بقلق: عملت ايه يا مصطفى؟ ما تقلقش يا حسام، كله تمام، انا قدرت اوصل لمهاب واتفقت معاه على كل حاجة وقلت له ان لو الموضوع ده تم الكل هيعرف بموضوع ابنه وهو اصلا ما يقدرش يغامر واكتفى بالفلوس اللي عرضتها عليه. نفخ حسام بغضب، القلق جواه زاد والغضب منها انها هربت منه لمجرد انها مش موافقة عليه كانت اهانة لرجولته. حسام كان حاسس بغضب جواه كتمه من اول ما عرف بهروبها وقال بضيق: تمام يا مصطفى، هما فين دلوقتي؟ في الفندق زي ما هما، ودلوقتي معاهم مهاب لحد لما احنا نوصل. ازاي ده يا مصطفى؟ ازاي؟ افرض مهاب خلف اتفاقه، انت عارف انه غدار، افرض. اهدى بس يا حسام، انا مقدر قلقك بس ما تخافش، لو مهاب ما كانش راح كان شكري هيشك وممكن كان ياخد فرح ويهرب بيها لمكان تاني
علشان يساومنا، لكن دلوقتي هيقدر مهاب يأخره شوية لحد ما نوصل. وما تخافش، أنا كمان مخلي رجالتنا يحوطوا الفندق، محدش هيدخل ولا يخرج غير لما احنا نعرف. تمام يا مصطفى، يلا بينا. وفي الفندق بصت فرح بصدمة لباباها وقالت: بابا هو بيقول ايه ده؟ اتجاهل شكري كلام فرح وقال لمهاب: فين اللي اتفقنا عليه يا مهاب؟ ايه يا شكري مالك مستعجل كده ليه؟ قلت لك اصبر، الرجاله بتجهز الورق وجايين. انت بقالك ساعه بتقول كده، ولا رجالتك جم ولا اي حاجه حصلت، حتى ابنك مشيته. بصت فرح لباباها ومهاب وقالت بحده: بابا رد عليا، مين ده؟ يعني صح انت ما كنتش راجع زي ما قلت علشان تعوضني عن السنين اللي اتحرمت منك فيها؟ انت جايبني هنا علشان تجوزني صح؟ بس انا مش موافقه، انا همشي من هنا. حاولت فرح تمشي لكن شكري مسك ايديها وهو بيقول بشر: رايحه فين؟ استني هنا، انا ابوكي وعارف مصلحتك، فاهمه؟ لا مش فاهمه، انا همشي من هنا. وانا قلت لك اسكتي. ها يا مهاب ما ردتش. فين اللي اتفقنا عليه؟ وقطع كلام شكري صوت خبط عالي، وبعدها باب الاوضه اتفتح ودخل منه حسام ومصطفى ومعاهم رجاله كتير. وقتها قال مهاب: بس انا كده مهمتي خلصت، سلام يا شكري. بص شكري بخوف لحسام وقال بحده لمهاب: يعني ايه انت بعتني يا مهاب؟ بصراحه يا شكري ما انا مش هضحي باسمي وابني علشانك. صح جواز ابني من بنتك كانت صفقه كويسه ليا، لكن حسام كمان بعت لي صفقه احسن. مشي مهاب كم خطوه ناحيه حسام وقال قبل ما يمشي: مبروك عليك يا ابن سراج، ومبروك عليا الفلوس. مشي مهاب. وقتها قال شكري: مش هتقدر تاخدها زي ما ابوك اخد مني امها زمان. ضحك حسام بصوت عالي: سيبك من الكلام ده يا شكري وتعالى نخش في المفيد. عاوز كام؟ قصدك ايه؟ قصدي اني هديك قد اللي كان مهاب هيديهولك مرتين على الاقل، وهسد كل ديونك، بس كل ده بمقابل انك تجوزني فرح. قلت ايه؟ فضل شكري ساكت يفكر في عرض حسام اللي قرر يقبله بعد ما عرف ان مفيش اي حل تاني قدامه، خصوصا انه بعد ما مهاب اتخلى عنه مش هيقدر يقف قدام سراج سلطان ولا قدام حسام ابنه. موافق يا حسام؟ انا قلت كده برضو. وبعد وقت قليل كانت كل حاجة تمت قدام فرح اللي كانت حاسة انها في كابوس، وهي شايفة بنفسها انها بقت رسمي حسام جوزها، وشافت بعينيها ان ابوها زي ما كان هيباعها لمهاب باعها لحسام، وبقت هي وحسام لوحدهم. وقفت قدام حسام اللي قال بسخرية وهو واقف قدامها: الف مبروك يا عروسة. الدموع اتجمعت في عيون فرح اللي كانت حاسة بالإهانة رغم انها بتحب حسام، لكن الطريقة اللي اتجوزوا بيها وجعتها قوي. وقالت بحدة: انا مش موافقة. ولا انا موافق. صح، انا رجعت مخصوص لاني بحبك وكنت بتمنى نتجوز، ومش من دلوقتي. لا، عارفة من امتى يا فرح؟ من 4 سنين لما بنوتة زي القمر وقفت قدامي واعترفت لي بحبها ليا بكل قوة. وقتها انا كنت لأول مرة احس بالعجز والحيرة، ما كنتش عارف اعمل ايه، وكل اللي قدرت اعمله اني اسمع نصيحة بابا ليا واهرب اسافر وقت كفاية لحد انتي ما تحددي مشاعرك. ما كنتش عاوز حبك ليا يكون مجرد حب مراهقة ويروح مع الوقت، او اعجاب وينتهي. ولما الوقت بقى مناسب رجعت. ما كنتش حابب اتجوزك بالطريقة دي، لكن انتي اللي اجبرتيني على كده لما هربتي مني. انتي فاكرة اني ممكن اوافق يا فرح اني اتجوز بنت غصب عنها، او حتى كرامتي تسمح لي اتجوزها بعد ما هربت مني؟ للاسف يا فرح انتي ما تعرفينيش. عموما اعتبري ان الجواز ده مجرد حماية بس، حاجة اقدر احميكي بيها من ابوكي. اتحرك حسام يخرج من الاوضة وقال: انا مستنيكي تحت، جهزي نفسك وانزلي علشان هنرجع تاني، لان مامتك قلقانه عليكي وكمان بابا. وبعد 5 شهور في قصر سراج سلطان بعد رجوع حسام ومعاه فرح، عدت شهور كتير كانت فيها فرح بتتعلق بحسام اكتر، وهو كان بيتجاهلها تقريبا من اليوم اللي راح جابها فيه، ولا حتى بيبصلها. نفخت فرح بضيق من حسام اللي شافها قاعده في الجنينه وعمل نفسه مش شايفها زي عادته، وقالت بعصبيه تكلم نفسها: انت مستفز. هو مين ده؟ بلعت فرح ريقها بقلق وبصت لحسام اللي كان واقف وراها وقالت: ها؟ لا مفيش. امال كنتي بتقولي على مين مستفز؟ مفيش، افتكرت حاجه وكنت بكلم نفسي. بلاش بتكلمي نفسك. طب خدي بالك لحسن تعملي كده كتير، لان ده غلط على عقلك. مش فاهمه غلط ازاي يعني؟ بعدين انت مالك اصلا؟ بتكلمني ليه؟ مش بقالك 5 شهور ما بتكلمنيش؟ اشمعنى دلوقتي؟ صح عندك حق، كنت هنسى، انا مسافر كمان يوم. تحبي نخلص موضوعنا امتى؟ رمشت فرح وقالت بصدمة ووشها متغير: موضوع ايه؟ موضوع انفصالنا يا فرح. انا مسافر ومش معقول هسافر واسيبك متعلقة هنا. وبعدين انا اطمنت خلاص ان باباكي مش هيقرب منك تاني، وانا كلمت بابا في الموضوع وهو قال اخد رأيك. انت عاوزنا ننفصل؟ انت اللي كنتي عاوزة يا فرح ومش موافقة،
وانا سبق وقلتلك مش هجبرك على جوازك مني، انا كنت بحميكي وبس، وزي ما قلتلك ما ينفعش اسافر واسيبك كده. ارتبكت فرح وقررت لأول مرة إنها تحاول تصلح العلاقة اللي بينها وبين حسام، خصوصا بعد اللي عمله علشانها، وقالت وهي بتشجع نفسها طب هو أنت لازم تسافر؟ طبعا يا فرح لازم أسافر. طب هو أنا ما ينفعش أسافر معاك؟ رفع حسام حاجبه وقال بشك مش فاهم تسافري معايا ازاي يعني؟ فرح انت عاوزانا ننفصل سوا ولا ما ننفصلش؟ ارتبكت فرح وقالت بإحراج وهي بتتحرك تمشي خلاص مفيش حاجة. أنا قطعت فرح كلامها وشهقت بخضة أول ما حست بحسام مسك إيديها وهو بيقول تعالي هنا، هو أنا كل ما أقرب لك أو تقولي كلمة مفيدة تهربي؟ وبعدين سؤال وعاوز إجابة يا فرح وحالا، علشان مش هتعرفي تهربي تاني. انت عاوزة ننفصل سوا ولا ما ننفصلش؟ بلعت فرح رقها وقالت بتوتر ووشها أحمر انت عاوزة نفضل سوا وما ننفصلش صح؟ بلعت فرح رقها وقالت بتوتر ووشها أحمر أكتر صح. أوف أخيرا يا شيخة، حرام عليكي 5 شهور علشان تنطقي؟ نعم ده اللي هو أنا؟ انت على فكرة اللي ما كنتش بتكلمني أصلا. هي سلام أنا؟ طب أنا كنت زعلان مش تكلميني انت؟ لازم يعني أعمل إني مسافر؟ ها يعني انت مش مسافر؟ كنت بتقول كده بس علشان تخوفني صح؟ طب ايه رأيك بقى؟ أنا عاوزة انفصل. ها؟ قرب حسام من فرح وضمها ليه وهو بيقول بحب. لا ده كان زمان يا قلب حسام قبل ما تعترفي بحبك. أنا ما اعترفتش بحاجة. يعني انت مش بتحبيني؟ لا بحبك بس. سكتت فرح وضغطت على شفايفها بعد ما اكتشفت اللي قالته. وقتها حسام قال وهو بيبتسم قوليها يا فرح، ارحميني وقوليها بقى زي ما قلتيها من 4 سنين. اقولك ما تقوليهاش هنا. مش فاهمة امال فين؟ شهقت فرح بخضة وهي حاسة بحسام بيشيلها ووشها احمر اكتر بعد ما غمز لها وهو بيقول لها بحب. هقولك بعدين، الاول اعوض 4 سنين و5 شهور ضاعوا كده وصبرت عليكي فيهم. حسام. نعم يا قلب حسام بحبك وانا بحبك يا فرحة قلبي. ولحد هنا خلصت قصتنا واتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في قصة تانية جديدة. دمتم في امان الله.